بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. توكلنا على الله. أول محاضرة معانا في تانية ثانوي، السلمة قبل الأخيرة، اللي مفترض إن شاء الله أجتهد على قد ما نقدر عشان لما نوصل بقى للجزء الأخير من المرحلة بتاعت المدرسة دي نخلص منها بقى على خير، وكل واحد إن شاء الله يقدر يحقق هدفه. فيلا بينا نتكل على الله ونشوف بقى منهجنا الجديد النهاردة عمل إيه. طبعا إحنا التانية ثانوي السنة دي الجيل بتاع العلوم المتكاملة، فدرس جزء فيزياء على جزء أحياء على جزء كيمياء، ما درسش الموضوع بشكل يعني منفصل، فيزياء لوحدها كيمياء لوحدها أحياء لوحدها، ما فيش الكلام ده. وبالتالي بدأوا النهاردة يعدلوا بقى المنهج، إن أخدوا جزء من الفيزياء بتاعت سنة أولى بتاعت 2023، جزء منها حطوها مع المنهج بتاعنا السنة دي، وعملوا شوية تعديلات أخرى، إن أخدوا شوية حاجات من الترم الثاني حطوها في الترم الأول، وبالتالي طبعا الترم الثاني أكيد هيتغير برضه. فبشكل مبدئي الدنيا طب راحة فين؟ الدنيا بقت راحة للأسهل ولا راحة للصعب؟ لا، راحة للسهل خالص، بالعكس والله. مادة الفيزياء بتاعت الثانية سواء كانت القديمة أو الجديدة، يعني على حسب الترم الأول اللي احنا شايفينها، الموضوع سهل جدا بسيط إن شاء الله. بس احنا المفترض ما نتعاملش معاها بان هي بقى ماده سهله وان هي بسيطه ويبقى في استهتار. فالفيزياء لو استهترت بيها هتفجرنا. فيزياء عامله زي الرياضه، اهتميت بيها وحليت مسائل كتير، انت رحت في حته تانية سبتها وراكمت دروسك، الوضع بقى فيه مشكله. يلا بينا نسمي الله ونشوف النهارده اول درس. الدرس ده هيتقسم على محاضرتين، مش عايز ان انا اكتر عليكم اول مره، بالذات ان الدرس فيه يعني كلام كتير. فان شاء الله باذن الله يعني ناخد مثلا ساعه او اقل شويه، مش عارف المره دي، وناخد يعني هيبقى اقل بقى المره اللي جايه شويه ان شاء الله باذن الله. وبعد كده نبدا نحل على الدرس الاول، وزي ما انا قلت الاولى ثانوي وثانيه ثانوي برضو الثالثه ثانوي برضو بقول لكم وانس ان احنا عايزين نخش ونحل لايفات مع بعض، نحل لايف، يبقى في الحاله دي لازم هترد عليا في القناه وترجع على الواتس اللي انا هحط رقمه ان شاء الله باذن الله في الاخر، وتقول لي انا معاك. يبقى فور فري هنتفق على موعد بالمجموعه كلها، نعمل مجموعه واتس ونتفق على موعد نخش نحل على الدرس الاول بعد ما نخلص الدرس الاول. وممكن يبقى في امتحان بعديها والامتحان يتبعت ويتصحح للناس، ده ديبند بقى عليكم. طيب ما فيش عدد كفايه، مفيش مشكله، زي ما احنا ماشيين عادي خالص. هبدا انا اسجل حصه الاسئله وهرفعها ان شاء الله على القناه برضو، عشان يعني ان شاء الله يبقى الناس برضو تقدر تستفاد بيها على قد ما نقدر بامر الله. هي ميزه اللايف بس ان احنا هنبقى وجها لوجه، سؤال استفسار حاجه مش مفهومه، حاجه في الدرس نفسه اللي احنا بنحل عليه اسئله اصلا مش مفهومه، ممكن نخش ونشرحها كانك في درس، كانك في حصه. طيب يلا بينا نسمي الله ونبدا نشوف اول حاجه معانا النهارده. زي ما احنا قلنا الجزء الاول كنا بندرسها في سنه اولى ثانوي، اللي احنا ما اخدناهوش، احنا اخدنا حاجات تانية علوم متكامله. اول حاجه هنبتدي النهارده بمفهوم علم الفيزياء. بما اننا اخدنا علوم متكامله السنه اللي فاتت اللي هي اكتر من ماده، لكن السنه دي تخصصنا بقى واخدنا فيزيكس او فيزياء، لازم احنا نعرف ايه هي الفيزياء اصلا. الفيزياء يا اولاد هو علم بيهتم بدراسه الطبيعه، بيهتم بدراسه الظواهر الطبيعيه،
بيهتم بدراسة الظواهر الكونية. يعني مثلا بيهتم بدرجة حرارة الأرض، بالضغط، بحركة الرياح، بالتيارات المائية، بالرطوبة، يهتم بالزلازل والبراكين، يهتم بأشعة الشمس وهي نازلة. الأشعة دي عبارة عن إيه؟ الموجات اللي بتتكون منها، الموجات الكهربية، الموجات الكهرومغناطيسية، الحاجات دي كلها ظواهر طبيعية كتيرة جدا حوالينا. علم الفيزياء يخش ويفسرها ويفصصها. وبالتالي كل التكنولوجي اللي احنا وصلنا له ده النهارده هو بفضل ايه؟ بفضل الله اولا، الجزء النافع منه يعني بفضل الله طبعا اولا، ثم بعد ذلك ساهم فيها بشكل كبير علم الفيزياء، لان هو فسر اشياء كتير ودخل في حاجات كتيره جدا، فسرت لنا حاجات كتيره. دخلت الجزء ده بقى في الصناعه، في الزراعه، قدرنا دلوقتي نصنع الطائرات ونصنع السيارات وهكذا وكذا، حاجات كتيرة جدا. لكن علم الفيزياء أيضا عشان يكتمل لازم يقيس. يعني مثلا عايز أقيس المسافة بين الأرض وبين القمر، ده وضع طبيعي. عشان أقدر أشوف الأرض بتؤثر على القمر إزاي مثلا، والقمر يؤثر على الأرض إزاي، خسوف القمر وخسوف الشمس وهكذا، امتى يحصل ده، مش عارف ايه، كل الكلام ده قياسات، measurements. والقياسات كمان محتاجة شيء آخر، حاجة تانية. تعال نبص الأول على القياس الفيزيائي. فبيقول لنا مثلا لو أنا عندي قلم هنا، القلم ده طول القلم ده كمية مجهولة، وعايز أقيسه وأعرف طوله. يبقى أعرف الكمية المجهولة دي، أعرفها وتبقى كمية معلومة. لازم أقارنها بإيه؟ بكمية أخرى معلومة. إيه ده بقى؟ يعني بيقول لنا هنا عملية القياس هي عملية مقارنة كمية مجهولة. فين الكمية المجهولة هنا؟ هو طول القلم. يبقى الكمية المجهولة هنا هي إيه؟ طول القلم. تعالوا نبص هنا إيه؟ طول القلم ده كمية إيه؟ كمية مجهولة. يبقى طول القلم ده كده اهو، ده كمية مجهولة. طيب عايز اعرف الكمية المجهولة دي، احطه على حاجة معيارية معروفة، المسطرة مثلا، المتر. يبقى حاجة معلومة بالنسبة لي. المسطرة كلها طولها 20 سم، فانا لما اجي احط المسطرة تحت القلم اقدر اطلع الايه؟ الطول بتاعها. يبقى إذن عملية القياس هي عملية مقارنة كمية مجهولة بكمية أخرى معلومة من نفس نوعها. يعني إيه من نفس نوعها؟ يعني ما جيش أجيب القلم وقارنه بدرجة حرارة، ما جابش القلم وقارنه بالكتلة. لا، أنت عايز الطول، عايز طول القلم، يبقى بتقارنه بالطول، بالأطوال. وهنفهم الأطوال من ضمن قياساتها الايه؟ المسطرة. فبنجيب المسطرة ونحط عليها القلم، نقدر نعرف الايه؟ الطول الحقيقي بتاع القلم ده. يبقى عملية مقارنة بين كمية مجهولة وكمية أخرى معلومة معيارية معلومة. تعالوا بينا نشوف هندرس النهاردة إن شاء الله. أول حاجة هندرس الكميات الفيزيائية، تاني حاجة أدوات القياس، تالت حاجة وحدات القياس. وهنقف لحد هنا ونكمل الباقي إن شاء الله بإذن الله المرة الجاية. طيب تعالوا الأول نشوف أول حاجة الكميات الفيزيائية. إيه هي الكمية الفيزيائية؟ الطول ده يسمى كمية فيزيائية. الزمن، التايم يعني، اسمه كمية فيزيائية. الكتلة اسمها كمية فيزيائية. درجة الحرارة اسمها كمية فيزيائية. شدة الإضاءة اسمها كمية فيزيائية. كل دي كميات فيزيائية اتعرض ليها علم الفيزياء وفسرها تفسير
تفسير قوي جدا، وبدأ يستفاد بالتفاسير ديت، ان هو يطور وان هو يصنع اشياء اخرى والكلام ده كله. يبقى اذا الكميات الفيزيائيه طول، كتله، وزن، سرعه، ضغط، درجه حراره، زمن، كل ده تعد تبع الكميه الفيزيائيه. ولكن الكميه الفيزيائيه ليها نوعين. اول نوع اهو الكميه الفيزيائيه او الفيزيكال كوانتيتيز او كوانتيتيز، ليها نوعين يا اولاد: كميه اساسيه او بتسمى بالانجلش فاندامنتال كوانتيتيز، وكميه مشتقه او بتبقى اسمها derived كوانتيتيز او كوانتيتيز، ديبند على طريقه النطق بتاعتك. نشوف الاول الكميه الاساسيه. الكميه الاساسيه تعرفها ان هي كميه احنا طلعنا تعرفنا عليها، ما اخترعناهاش، ببساطه جدا. سيبكم من التعريف بتاع الكتاب، احنا كميه تعرفنا عليها ما اخترعناهاش. زي ايه؟ زي الطول، الكتله، الزمن. اول 3 انواع تم التعرف عليهم على وجه الارض: طول، كتله، زمن. ما اقدرش ان انا اعرفها بكميه اخرى. الطول ده اعرفه بايه؟ هو اسمه طول، خلاص. طول هو طول الانسان، طول القدم بتاعنا، طول الذراع. يبقى اذا الكميه الاساسيه الطول، الكتله، الزمن. طيب الكميات الاساسيه في انواع تانية وصلت ل4 انواع كمان سميت كميات اساسيه، هنعرفها في سياق المحاضره ان شاء الله باذن الله. طيب الكميه المشتقه تعرفها ايه؟ ان انا اقدر اعرفها من خلال الكميه الاساسيه ببساطه جدا. يبقى يتم تعريفها من خلال الكميه الاساسيه. تعالوا نضرب مثال كده ونشوف. السرعه او الفيلوسيتي، السرعه او السبيد، وبنرمز لها برمز الفي، بتساوي ايه؟ بتساوي ديستانس على التايم، دي اوفر تي. كلنا درسنا الكلام ده في ثالثه اعدادي، يا رب بس نبقى فاكرين الجزئيه دي. طيب الديستانس دي تعد ايه؟ تعالوا نبص كده. اول حاجه الطول كانه عامل زي زرار كده في الكمبيوتر يا اولاد، لما اجي افتحه وادوس عليه بالماوس ينزل لي شويه حاجات كده تحتيها. شويه حاجات دي نلاقيها: اللينس، الطول، الويدز، العرض، الهايت، الارتفاع، تمام. الدبس، العمق، برضو يعتبر يعتبر طول برضو. الديستانس، المسافه، المسافه، الديسبليسمنت، الازاحه، كل ده يعد لينس. وبالتالي دي تسمى بقى؟ كميه اساسيه. كميه مالها اساسيه. طب والتايم عرفناها خلاص، الزمن دي الكميه الثالثه اللي بتعد كميه اساسيه. يبقى اذا الزمن كمان كميه اساسيه. يبقى احنا عرفنا يا اولاد السبيد او السرعه عن طريق كميتين اساسيتين، الا وهي المسافه والزمن. يبقى قدرنا نعرف السرعه عن طريق كميتين اساسيتين عشان تطلع لنا كميه جديده تم اكتشافها، اسمها اسمها السرعه. السرعه دي تبقى كميه بقى؟ مشتقه، تم اشتقاقها من الكميات الاساسيه. اوكي. وبالتالي هنا بيقول لي في عندي كميه اساسيه وكميه مشتقه. كميه اساسيه زي الطول، الكتله، الزمن. كميه مشتقه زي الحجم، السرعه، طاقه الحركه. تعالوا نبص كده نشوف الحجم. لما نيجي نشوف الحجم عباره عن عندي لو مكعب او مربع مثلا، خلاص، عشان نجيب حجم المكعب او الصندوق ده اهو، وليكن مجموعه من المربع ايا كان،
يبقى طول في عرض في ايه؟ في ارتفاع. يعني اقدر اقول كده ان الفوليوم او الحجم هو عباره عن ايه؟ طول لينس ال تايمز في الويدز في الايه؟ الارتفاع. طول عرض ماله؟ ارتفاع. كويس جدا. ده عباره عن ايه؟ كميه اساسيه. دي ايه؟ كميه اساسيه. دي ايه؟ كميه اساسيه. طلعت لي ايه؟ كميه مالها؟ مشتقه. شكرا. كميه ايه؟ كميه ايه؟ كميه مالها؟ مشتقه. طيب نشوف طاقه الحركه، الكاينيتيك انرجي. ايه قانون كاينيتيك الانرجي؟ القانون بتاعك ها يا اولاد، قانون كاينيتيك انرجي ايه؟ او طاقه الحركه نص، ايوه، الكتله في مربع الايه؟ السرعه. يبقى الكاينيتيك انرجي هاف نص الام في مربع السرعه، نص الماس في ايه؟ في مربع الفيلوسيتي السرعه. طيب ماشي، سيبك من النص ده، رقم ملناش علاقه بيه. الكميه الفيزيائيه دي، الماس اللي هي الكتله دي، كميه ايه؟ كميه اساسيه. حلو. السرعه ماستر، السرعه دي ايه؟ دي كميه مشتق. ايوه، بس تعالى بقى ابدا فسر السرعه. اصلا السرعه عباره عن ايه؟ ديستانس على التايم. يبقى كانها ديستانس على التايم لكل سكوير. يبقى في الاخر برضو طلعت اساسيه، وهنا اساسيه، عشان نقدر نجيب سرعه سوري، عشان نقدر نجيب كميه مالها؟ مشتقه. يبقى قدرنا من خلال الكميات الاساسيه نطلع الكميات المشتقه واكتشفناهم. طيب ده كان اول جزئيه موجوده معانا، الكميات الاساسيه او الكميات المشتقه دي. بقى تعالوا نبص الاول على الكميه الاساسيه. الطول، الزمن، الكتله. هنفوكس عليهم الاول. ايه الادوات اللي نقدر نقيسها بيهم؟ لا، ادوات كتير من قديم الازل لحد دلوقتي. من قديم ايه يا عم؟ في ايه؟ تعالى كده. فعلا لا، خلينا نمسح بقى. من قديم الازل كده لحد دلوقتي بدات الايه؟ بدات ادوات القياس مالها؟ تتطور. تعالوا نبص كده. لو احنا هنتكلم على الثلاث كميات الاساسيه اللي احنا قلنا، في 4 كمان تم اضافتها بس مش هنتكلم عليها دلوقتي، وحبينا نشوف بيتقاسوا ازاي. الطول من المسطره للشريط المتري مثلا. يعني نقدر نستخدم الشريط المتري عشان نشوف، نقدر نقيس الطول في عرض الغرفه اللي انا واقف فيها دي، في الارتفاع نقدر نعرف الارتفاع. مش هنقيسها بالمسطره اكيد، هنقيسها بحاجه مناسبه، فاسمه الشريط المتري. ايه الشريط؟ اللي هو المتر. اي حد فينا هيفتح الدرج بتاع العده بتاع بابا هيلاقي فيه المتر، ده وضع طبيعي. متر من ضمن العدد الاساسيه اللي بتكون موجوده في اي بيت، فنقدر من خلالها نقيس ايه؟ اطوال. واحنا قلنا الارتفاع، العرض، الطول، كل ده يعد من الاطوال، مسافه. ونلاقي شريط المتر ده منه 3 متر مثلا، وفي منه 5 متر، وفي منه 7 متر. 7 متر اغلى شويه. في منه طبعا في المؤسسات والشركات ممكن تلاقي بقر كبيره كده، شريط 100 متر تقيس بيه شارع طوله 100 متر. ايضا لما نيجي بقى نقيس مثلا طول الموبايل اللي في ايدينا، اللي عامل لنا مشكله، الموبايل ده اللي احنا عايزين نفجره ده من على وجه الارض، لما نيجي نقيس الطول بتاعه مش هنقيسه بالمتر اكيد، هنقيسه بحاجه اقل. زي ايه؟ زي المسطره. يعني نقيس طول الكتاب، نقيس طول الموبايل بالايه؟ بالمسطره. طب لو حاجه اقل بقى، حاجات اقل بقى بنستخدمها في الصناعه. يعني مثلا لو فكيت انت لعبه العربيه بتاعت اخوك الصغير، هتلاقي فيها قطع صغيره جدا تم تصنيعها،
والسمك بتاعها صغير جدا، حاجات كده مثلا حديد او بلاستيك من جوه، السمك بتاعها صغير جدا. ده تم تصنيعها، بس وهي بتتصنع طبعا الموضوع كان معقد اكيد. المهندس بقى اللي بيصمم الكلام ده وهو بيصنع الاسطمبة اللي من خلالها بيطلع منها القطع الصغيرة دي، استخدم ايه؟ استخدم ادوات قياس صغيرة. زي ايه؟ زي حاجة اسمها القدمة ذات الورانية، وشكلها عامل كده، ومش هفوكس عليه النهاردة لان هي علينا وهناخد عليها امثلة وازاي نقيس بيها، بس مش هدي عليها امثلة النهاردة. هناخد جزء المحاضرة بتاعنا النهاردة ان شاء الله، وناخدها المرة الجاية هناخد امثلة على القدمة ذات الورانية والميكروميتر، خلاص، بجانب الجزء بتاع المحاضرة اللي هيتبقى ان شاء الله بامر الله المرة القادمة، الله المستعان. طيب الحاجات الاقل كمان اسمها الميكروميتر. سيبكم بقى من المسميات دي هنعرفها كمان شوية، او سوري مش النهاردة، هنعرفها برضو المرة الجاية، لان هو المحاضره فيها رغي كتير، مش عايز الموضوع يبقى المحاضره تاخد مننا مثلا ساعتين فتلاقي نفسك طالع منها دماغك مصدعه. فنخلي الرغي النهارده ونحل بقى، هنرغي برضو المره الجايه شويه، بس بجانب شويه حل اسئله على القدمه الذات الورانيه. الكتاب بقى مش جايب امثله على الميكروميتر، لكن ان شاء الله احنا هنجيب ونعرف ازاي نقيس بالميكروميتر. الميكروميتر ده يقيس لنا ايه؟ سمك ورقه، الورقه الاي 4 البيضه دي، بلاش الورقه الاي 4، الورقه اللي هو بنسميها الورق الزبده، اللي هو بيبقى خفيف قوي ده، اصفر ده، خفيف جدا، السمك بتاعها ايه؟ صغير جدا. طب ما هو اللي صنع الورق ده اكيد عارف سمكها ايه، واكيد مش جات معاه راندوملي كده، يعني اكيد هو يعني هو عارف بيطلع سمك كام. نقدر نقيسها عن طريق ايه؟ نقدر نقيسها عن طريق الايه؟ الميكروميتر. طب القدمه برضو حاجات صغيره، برضو حاجات بالمليمتر. طيب ده كان بالنسبه للايه؟ بالنسبه للاطوال. تعالوا نبص على الكتله. بالمناسبه يا اولاد، في فرق كبير جدا بين الكتله وبين الوزن. الكتله دي كتلتي اللي هتفضل ثابته في اي مكان في اي حته في الكون، الا انا عملت دايت بقى، يعني بخس بقى او مفجوع وعمال طول ما انا قاعد عمال احرك في بقي فشويه تخنت، فكتلتي تخنت. انما الوزن مهم جدا نعرف القصه دي. الوزن ايه؟ قوه. الوزن ده فورس اصلا. الوزن بيساوي ايه؟ بيساوي الماس، الكتله في الجرافيتي. يبقى الويت هو عباره عن الام في الجي، وبالتالي وزني انا على الارض لا يساوي وزني على القمر. انا لما اجي اطلع على القمر ببقى عايم ليه؟ اصل الجرافيتي دي مالها صغيره جدا، دي سدس طبعا على القمر، يعني القمر يساوي سدس الجرافيتي بتاعه الارض، وبالتالي انا ببقى عايم فوق، بس بسبح فوق، الارض مش قادره تشدني، ببقى وزني قليل جدا. فلما نيجي نضرب بقى الماس بتاعتي في الجرافيتي بتاعه القمر، الوزن بتاعي يبقى ايه؟ صور جرو. دي بتتقاس بالايه؟ بالنيوتن. قوه اسمها قوه الوزن. كويس؟ فلما نيجي نقول انت وزنك ايه، انا قصدي كتلتك، مش قصدي وزنك على الارض. اصلي لما اجي احسب وزني على الارض بعمل ايه بقى؟ اقوم ضاربها فين؟ يعني اقوم وازن نفسي في الميزان واضربها في ايه؟ في الجرافتي بقى، عشان اطلع بقى الوزن بتاعي واقول لك ده وزني يا باشا على الارض. بس خلي بالك بقى، وانا على عطارد لا انا وزني مختلف، وانا على المشتري لا انا هبقى وزني حاجه تانية، وانا على القمر وزني حاجه ثالثه خالص. تمام؟ حاجه بس ايه كنت حابب ان انا انوه عليها، لان في بعض الطلبه بتتلخبط في الجزئيه ديت. يا مسهل الحال. طيب تعالوا نشوف بقى الايه؟ الكتله كان في قديم الازل بيستخدم حاجه اسمها الميزان الروماني. كان الحاجه بتتعلق هنا في الجنش ده كده، ونحط هنا تقل بيبقى معروف وزنه كام، ونشوف بقى وزن الخروف، وزن المعزه، وهكذا. كان زمان، كان على ايام اجدادنا، الله يرحم اللي توفى منهم ويبارك في صحه العيش منهم. طيب وبعد كده الدنيا اتطورت اكتر. بصوا المواضيع سهله ازاي، رغي بس المواضيع سهله، هونوا على نفسكم ان شاء الله الدنيا سهله. المواضيع بقت اتطورت اكتر، فطلع حاجه اسمها تو بان بالانس او الميزان ذو الكفتين. كلنا بنشوفه ده في سوق الخضار،
الكلام ده. الدنيا اتطورت اكتر شويه، فطلع الميزان ذو الكفه الواحده، وبيبقى هنا ايه بمؤشر. يعني انت حطيت مثلا 3 كيلو طماطم هنا، فيقوم يجي هنا المؤشر ده عند الايه، عند ال 3 كيلو. تمام، اسمه الكفه او الميزان ذو الكفه الايه الواحده. ونلاقي بقى مؤخرا دلوقتي عند اغلب بقى الناس بتوع الخضار والناس بتوع الفاكهه الميزان الايه، الميزان الرقمي. والناس طبعا بتوع الذهب عشان كده بيقول لك ايه، بيقيس كتله المشغولات الايه، المشغولات الذهبيه. فده كان بالنسبه للكتله. نبص على مين، على الزمن. الزمن ايضا مر برضو عن يعني عبر العصور بتطور في اداه القياس اللي كانت بتستخدم في اول، او مش اول يعني، من ضمن الحاجات اللي كانت قديمه واستخدمت قديما حاجه اسمها الساعه الرمليه. بتتكون من ايه، من زجاجتين، زجاجه فوق اهو كده، زجاجه فوق وزجاجه تحت، وبيكون موجوده فيها كميه من الايه، من الرمل، وبتبقى محسوبه معروفه خلاص. وعلى حسب السمك ده كده يبدا الرمل ايه، ينزل. مجرد ما كميه الرمل اللي موجوده فوق دي كلها نزلت هنا، يبقى انا بدات احسب الزمن اللي انا مر. على حسب ايه، ببقى عارف مثلا مسبقا ان الرمل اللي في الاعلى كله هينزل تحت، يبقى في خلال ساعتين، يبقى انا عرفت ان هو عدى ساعتين. مثلا 24 ساعه، يعني الحته دي ضيقه جدا، فكميه الرمل اللي بتنزل قليل جدا، بحيث ان كميه الرمل كلها اللي فوق تنزل تحت في خلال 24 ساعه. يبقى لما شفتها تحت خلاص، يبقى احنا كده مر علينا ايه، 24 ساعه. طبعا كانت حاجه بدائيه كانت موجوده زمان، انما الموضوع بعد كده طبعا اتطور جدا. بعد كده ساعه البندول. ساعه البندول كنا نشوفها عند اجدادنا، نلاقي بوكس كده كبير كويس، وفي الوسط كده ساعه حلو، ونازل منها عصايه من الالومنيوم او الحديد، ومعمول فيها كده ايه، كوره من تحت، وكانت الكوره دي بتلف حوالين موضع سكونها كده. ده على فكره كان يعني بالمناسبه كنا هندرسها في المنهج القديم، حركه البندلم او حركه البندول، والطاقات بقى اللي بتتغير، طاقه حركه وطاقه وضع. بس يعني مؤخرا لا، احنا احتمال ناخد الجزء ده الترم الثاني. طيب، يبقى ده كان اسمها ساعة الايه، ساعة البندول. طيب الدنيا اتطورت شوية، بقت الستوب ووتش او ساعة الايقاف. الستوب ووتش بتاعي برضو بمؤشر كده وبتاع. وبعدين الدنيا اتطورت اكتر واكتر، بقى في الساعة الرقمية او الديجيتال ووتش، الساعة الايه الرقمية اللي موجودة بقى في الموبايل، موجودة بقى في ساعات معينة بتتباع. عرفنا ان الكمية الفيزيائية بتتكون من نوعين، كمية أساسية وكمية مشتقة. عرفنا الفرق ما بينهم. الكمية الأساسية مش هنقدر نعرفها بكميات أخرى زي الطول والكتلة والزمن، أما الكميات المشتقة فنقدر إن احنا نعرفها بكميات أساسية أخرى زي السرعة، زي طاقة الحركة، زي المساحة، زي الحجم، وهكذا. قدرنا برضو نتعرف على الثلاث كميات لادوات القياس، ايه ادوات القياس بتاعتهم. وده اللي احنا اتكلمنا عليه في الاول. احنا قلنا الاول هندرس الكميه الفيزيائيه، الحاجه الثانيه هندرس ادوات القياس وقد كان. تعالوا نبص بقى على وحدات القياس. وحدات القياس الهيستوري بتاعها هيستوري كبير قوي، من القرن 17 وقبل كده كمان. الامبراطوريه البريطانيه وفرنسا اهتموا جدا بوحدات القياس. وحدة القياس هي سهل ان هي تعرفك على الكمية نفسها. يعني لما تيجي تقول مثلا انا مشيت شارع حوالي 50 متر، عرفت ان ده طوله، عرفت ان دي المسافة، الديستنس اللي انت مشيتها، من غير ما تعرف الكمية الفيزيائية. فبتسهل الايه، تعريف الكمية اللي انت بتتكلم عليها. وفي نفس الوقت مع المعادلات بتسهل الموضوع اكتر وبتسهل الدراسة اكتر.
فمن زمان قوي بريطانيا بدأت تحط ليها نظام على 3 برضو وحدات. يعني احنا ستيل بنتكلم على الطول، العرض، الطول، الكتلة، الزمن. فبدأوا يحطوا الطول يقيسوها بالقدم، والكتلة قاسوها بالباوند، والزمن قاسوها بالثانية. تسكت فرنسا؟ لا طبعا. فرنسا انا دولة قوية، انا كمان هعمل لي ايه؟ هعمل لي نظام. فعملوا نظام اسمه نظام جاوس او النظام البريطاني. عملوا الطول بالسنتيمتر، عملوا الكتلة بالجرام، عملوا الزمن بالايه؟ بالثانية برضه. اختلفوا معاهم كلية، وكل امبراطورية بقت ترغم الدول اللي محتلينها ان هي تستخدم وحدات القياس اللي طلعوها. لحد بعد 1789 على ما اظن، بعد الثورة الفرنسية، فرنسا بدأت تغير شوية في وحدة القياس. فقالت لا، انا هستخدم الطول، مش هستخدمه سنتيمتر، انا هستخدمه ان هي يبقى بالمتر. وحطوا ريفرنس للمتر ده، ان هو انا عايز اعرف هو المتر ده عباره عن ايه. فقال لك ده 1/10 مليون من طول، او الطول بين خط الاستواء وبين الايه، وبين القطب الشمالي، وسموا ده خط باريس الطولي. هنعرف بقى في يعني الجزء المعياري الدنيا دي مشت ازاي. بس خلينا بس بشكل مبدئي ناخد الموضوع مش سطحي، ولكن يعني ناخدها ستيبس. يبقى بدأت بقى فرنسا بعد ما حطت نظام احنا قلنا النظام جاوس، او سمي بالنظام الفرنسي ده القديم، كان الطول سنتيمتر والكتلة بالجرام والزمن بالايه؟ بالثانية. فجم بدأوا يعدلوا شوية في نظام اسمه النظام المتري. نظام المتري عملوا بقى الموضوع بايه؟ قال لك الطول لا هنقيسه بالمتر، الكتله بالكيلو جرام، والزمن برضو بالثانيه. يعني هم اتفقوا على الزمن، والزمن فعلا فضل ايه؟ فضل ثابت. بس الموضوع كان صعب جدا. يجي مثلا تاجر عنده كميه من الاقمشه، وهو عارف طول القماش بالوحده اللي قاعد في بلده، لكنه بيتاجر، بيسافر اماكن اخرى، بيتاجر، فبيروح اماكن اخرى ممكن بتستخدم وحده قياس مختلفه. هيقعدوا بقى يحولوا، صعب. شوف احنا بنضرب مثال، ومثال خفيف لكنه مهم. انت عايز تسهل التجاره العالميه، وحد وحدات القياس. انت بتقيس بالمتر وانا بقيس بالمتر، قست خلاص بالمتر. ده كميه القماش دي عامله 300 متر يا باشا. صح، 300 متر انا كنت قايسهم، بس زي الفل هشتريهم منك. مش هتقعد بقى من القدم وتحولها للمتر والسنتيمتر. وموضوع كان صعب جدا وقتها. برضو في دراسة العلم نفسه، بعض الايكويشنز، بعض المعادلات لازم تقعد بقى تحول من الى والى من. طب يعني الموضوع بقى ايه؟ الموضوع بقى صعب. فالدول، وتحديدا بعد اغلب الدول ما يعني مشت الاحتلال ده، بنا يعني يزيح كل احتلال يا رب، وينصر اخواننا الفلسطينيين يا رب ان شاء الله باذن الله. فبداوا تقعد الدول وعايزه تتفق على وحده قياس توحدها للدول بالكامل. فقعدوا حوالي 24 دوله في مؤتمر اسمه المؤتمر العالمي للقياس والموازين، او المقاييس والموازين، واتفقوا على الكميات الاساسيه هتتقاس بالايه، وضافوا ليها 4 كميات اخرى. ده اللي احنا كنا بنقوله في اول المحاضره بتاعتنا. تعالوا نبص بقى كده. اول حاجه هنحط ال3 كميات بتوعنا: الطول، الكتله، الزمن.
وبعدين شدة التيار الكهربي دي كمية، وبعدين شدة الإضاءة كويس، درجة الحرارة المطلقة كام كده؟ 1 2 3 4 5 6 وكمية المادة، آخر حاجة كمية الإيه؟ المادة. وضافوا ليهم حاجتين كمان هي اسمها الزاوية المسطحة والزاوية المجسمة. خلينا بس نشوف الأول. ده تم وضع إن الطول هنقيسها بالمتر، أما الكتلة بالكيلو جرام، أما الزمن بالثانية، واتفقوا على الثانية، والثانية الرمز بتاعها اس، يبقى الايه؟ الثانية. شدة التيار الكهربي ان شاء الله لما تخشوا سنة ثالثة وتشوفوها، يعني هتشوفوا بقى الموضوع ده ان ديتيل، بيتقاس بالامبير، وده بيدبند على العالم اللي اسمه امبير اللي يعني كان شغال على التيار الكهربي بشكل كبير جدا، فتكريما ليه سموا وحدة القياس باسمه. فشدة التيار الكهربي سمي بالامبير، والامبير هي الايه؟ الرمز بتاعها ايه؟ شدة الإضاءة حاجة اسمها الكانديلا، يعني هي مش عينة بس محتاجين ان احنا نتعرف عليها، والرمز بتاعها سي دي. اما درجة الحرارة المطلقة اتفقوا على ان هم يقيسوها بالكلفن كي. ليه؟ طب مش بالسيليزيوس او الفهرنهايت؟ السيليزيوس او الفهرنهايت من قديم الازل. ليه الكلفن تحديدا؟ اصل الكلفن لا يحتوي على درجة حرارة بالسالب. ليه؟ تعالوا نبص كده على السيليزيوس. العلماء يا اولاد لما بدأوا يشوفوا اقل درجة حرارة ممكن توصل بيها الارض لقوها كام؟ نيجاتيف 273 درجة سيليزيوس. قال لك اقل من الدرجة دي الجزيئات هتقف، مش هتتحرك، مش هتكون في حركة، مش في حالة اهتزاز. ودي طبعا حاجة خارقة للطبيعة، لان اي شيء حوالينا بيتحرك، اي جزيئات او اي ذرات حوالينا او اي خلايا بتتحرك في حالة حركة مستمرة، حتى ولو بردتها لدرجة سالب 273. بعد كده او اقل من كده قال لك لا مش هينفع، مش الارض لا مش هتقدر توصل لسالب 273، الاقل سوري من سالب 273. ولذلك جم قالوا طيب ما نيجي نعمل مقياس جديد. كلفن عمله، جه قال لك طيب سالب 273 ده هيبقى عندي انا في المقياس بتاعي ايكوال زيرو، ده بيساوي الزيرو، وبالتالي اي درجة حرارة هي اعلى من سالب 273 هتبقى هنا بالايه؟ بالموجب. وبالتالي كل المعادلات اللي هندخل فيها درجة حرارة بالكلفن مش هندخل فيها درجة حرارة بالسالب خالص، هتبقى كلها درجة حرارة بالايه؟ بالموجب. نكمل. كمية المادة اسمها ايه؟ اسمها المول، قاسوها بالمول، ودي السيمبل بتاعها MOL او الرمز بتاعها. وبعدين ضافوا حاجات بعد كده، حاجتين زي ما احنا قلنا، الزاوية المسطحة. الزاوية المسطحة ايه؟ الزاوية المسطحة الزاوية العادية بتاعتنا، يعني انا لو عندي مثلث كده اهو، الزاوية دي بتاعتنا اهي، دي قاسوها بالراديان. وراح ضافوا حاجة كمان، قال لك الزاوية المجسمة. يعني لو انا عندي زاوية كده بالشكل ده كده، حاجة هنا كده مجسمة، وعايز اقيس الايه؟ الانجل بتاعها، الزاوية بتاعتها، قال لك ده بتتقاس بالاستراديان. الاستراديان ده كان اسمه في النهاية الجدول الدولي للوحدات. الجدول الدولي للوحدات. حطوه مجموعة من الدول في المؤتمر العالمي اللي قعدوا، واتفقوا ان كل سنة ممكن يقعدوا مع بعض
عشان يشوفوا بقى الدول اللي التزمت والدول اللي ما التزمتش، ويبداوا يكلموا الدول يا جماعه احنا بتواجهنا مشاكل في التجاره، بتواجهنا مشاكل في المعادلات، بتواجهنا مشاكل في علم بعض الظواهر، فنحاول نوحد الوحدات على قد ما نقدر. لحد ما جت حادثه حصلت سنه 1999، ويعني قلناها قبل كده وهنقولها تاني. كانت وكاله ناسا مطلعه مسبار او صاروخ لكوكب المريخ، ياخدوا بعض العينات ويشوفوا الكلايمت، المناخ بتاع الكوكب وخلافه، ويدرسوا شويه حاجات بالشراكه مع شركه اسمها لوك مارتن. الكلام ده سنه 1999، وكانت التكلفه الكليه حوالي 327 مليون دولار. لكن للاسف الكمبيوتر اللي كان في الصاروخ كان بيستخدم وحده قياس مختلفه عن الكمبيوتر اللي كان موجود في الوكاله تحت. فيبعتوا قيم للصاروخ والصاروخ يبعت لهم قيم، ده يترجمها بشكل وتحت يترجمها بشكل، لحد ما هوب الصاروخ اختفى من على شاشه وكاله ناسا تماما، وعرفوا بعديها ان هو انفجر في الفضاء الخارجي. ده بسبب اختلاف الوحدات، وده حمس الدول وادى دفعه للدول ان هي تستخدم او توحد الوحدات. الجدول ده اتحط سنه 1960. لحد دلوقتي في بعض الدول بتستخدم وحدات مختلفه، لكن اغلب الدول بتستخدم الوحدات بتاعه الجدول ده. قال لك خلي بالك ان احنا نقدر نشتق بقى من الوحدات القياس ديت، نشتق منها وحدات اخرى. يعني مثلا انا عندي المساحه الطول في العرض، طب ما الطول ده بيتقاس بالمتر اهو، طب والعرض بيتقاس بالمتر، متر في المتر يعني ادانا متر تربيع. تمام. طبعا لو حد حب يبقى يرجع للجزء ده يرجع تاني بالفيديو بحيث ان هو يكتبه. انا طبعا عايز، انا محتاج بس مساحه نكتب عليها. طيب الحجم الطول في العرض في الارتفاع، يعني متر في متر في متر، فيبقى متر تكعيب مثلا يعني. طيب زي ما هو بيقول لك الكثافه بتساوي ايه؟ بتساوي كتله على حجم. كتله اهو، الكثافه اللي هي الرو بتساوي كتله ام على فوليوم على حجم. طب الام بالكيلو جرام. طب الحجم متر مكعب. يبقى قدرنا ان احنا من الجدول اللي فات ده نشتق منها وحدات قياس جديده. وجي قال لك ان احنا بعض الكميات الفيزيائيه بنقدر نشتقها من الجدول، ولكن مع اشتقاقنا للجدول ممكن بعد ما نشتق من الجدول وحده القياس نسميها حاجه تانية. يعني مثلا القوه عباره عن عباره عن كيلو جرام متر على الثانيه تربيع، القانون بتاعها. طب ما الكيلو جرام ده كان في الجدول، والمتر كان في الجدول، والثانيه كانت في الجدول. قال لك بس ممكن اسميها حاجه تانية تكريما لعم نيوتن. الراجل ما يبقاش تعب واخذ التفاحه واكلها، ويعني بدا يطلع لنا شويه نظريات وشويه قواعد وطلعت مظبوطه، وفي الاخر ما نكرمهوش. فنقدر نسمي الكيلو جرام متر على الثانيه تربيع ده بالنيوتن. هنكتفي بهذا القدر، كفايه كده. هناخد المره الجايه حاجه اسمها البديهات. احنا اتعلمنا النهارده وحده القياس، لكن وحده القياس دي يا اولاد المتر ده يقيس يقيس غرفه، لكن ما يقيس قطر ذره، صح؟ ما اقدرش اقيس المسافه بين الارض وبين الشمس بالمتر، الموضوع صعب جدا. فهناخد بقى البديهات وازاي نحول البديهات لبعض، مهم جدا. دي جزئيه. الجزئيه الثانيه ناخد حاجه اسمها صيغه الابعاد وناخد عليها اسئله، جزئيه ثانيه. الحاجه الثالثه هناخد بامر الله اسئله على القدمه ذات الورانيه، والميكرومتر. ده البلان بتاعنا بتاع المحاضره اللي جايه ان شاء الله باذن الله. يعني زي ما احنا اتفقنا احنا بنحضر ان احنا نتقابل لايف، فلو اوكي تمام وانت معانا هتكتب انا معاك، وهتروح لرقم الواتس بتاعنا
خلاص عشان تبعت لنا، عشان هنعمل جروب خاص بتانية ثانوي، تانية ثانوي الخاص بالقناة، عشان نبدأ نحط توقيتات حل الأسئلة لايف إن شاء الله بإذن الله. ده الرقم بتاعي 055 16 35 32. يا رب تكون المحاضرة النهاردة يعني استفدتوا منها إن شاء الله بإذن الله. وهي زي ما انتم شايفين الموضوع يعني ما تعداش يعني رغي تمام، بس طلعنا بشوية معلومات إن شاء الله تكون شوية معلومات حلوة ومفيدة. ونكمل المحاضرة اللي جاية بأمر الله. يلا نشوفكم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.